السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ما زلنا مكملين في سلسلة الاي كوميرس شوبنج كارت، وده الجزء الرابع. وقفنا في الفيديو اللي فات عند نقطة الكارت مانجمنت، ان انا ازاي ادير البرودكتس بتاعتي عن طريق ان انا امنع تكرار البيانات الخاصة بكل برودكت عندي لما تيجي تتخزن في اللوكال ستورج او تظهر في صفحة البيج كارت. طيب جميل. طيب هي المشكلة دي اصلا اساسها ايه واحنا حليناها ازاي؟ بكل بساطة، ان انا لما كنت بدوس على باتون اللي هو الاد تو كارت الخاص مثلا ببرودكت معين، كان بياخد البيانات الخاصة بالبرودكت ده يبدأ ان هو يخزنها في اللوكال ستورج. طيب حبيت ان انا ادوس على الاد تو كارد تاني اللي هو الخاص برضو بنفس البرودكت، هياخد برضو البيانات بتاعت البرودكت ده يبدأ ان هو يخزنها برضو في اللوكال ستورج. فلما دخلت على اللوكال ستورج، اصبح فيها البيانات الخاصة بتاعت نفس البرودكت دي متكررة معايا مرتين. فلما كنت بروح على صفحة البيج كارت هلاقي ان البرودكت ده معروض عندي مرتين. طيب وإيه المشكلة؟ لأ فيها مشكلة. لك أن تتخيل مثلًا إن أنت دوست على الباتون ده 5 مرات، 10 مرات، هتلاقي كده إن البيانات اتخزنت في الlocal storage 10 مرات وكمان معروضة في صفحة الpage cart 10 مرات. فإحنا لمّا جينا مثلًا رُحنا على موقع زي نون، شُفنا إن البيانات لمّا بتيجي تتعرض في صفحة الpage cart لأ مختلفة. البيانات الخاصة بالمنتج معين بتكون ظاهرة في صفحة البيج كارت هي مرة واحدة بس، مع تغيير قيمة الكوانتيتي. يعني طب حليناها ازاي؟ حليناها عن طريق ان انا بكل بساطة قلت له ان والله لو البيانات دي بتاعت البرودكت اللي انت بتبدأ ان انت تدوس عليه لو هي متخزنة في اللوكال ستورج، لو هي متخزنة ابدأ ان انت تعمل لي فلتريشن باستخدام الماب، ان انت في كل مرة تبدأ ان انت تزود لي بس في قيمة الكوانتيتي، ما تكررليش نفس البرودكت تاني. فلمّا كنت باروح في صفحة الpage cart بالاقي إن المنتج فعلًا ظهر لي مرّة واحدة بس مع تغيير قيمة الquantity. طيب جميل. إحنا بقى في الجزئية دي عايزين إن إحنا نتكلم على نقطتين مختلفتين، اللي هُم الincrement والdecrement quantity، إن أنا إزاي أزوّد الكمية وأنقّص الكمية، وإن أنا إزاي أعمل remove product in cart page، إن أنا إزاي أحذف product معيّن من صفحة الcart page. تعالَ نبدأ بالincrement والdecrement quantity، إن أنا إزاي أزوّد الكمية وأقلل الكمية بتاع كل product عندي. بكل بساطة فكرة الincrement والdecrement هي في الأساس عبارة عن 2 buttons، button للincrement وbutton للdecrement وفي النُص الquantity. الincrement يعني إن أنا أزوّد الكمية والdecrement يعني أقلل الكمية. طيب إيه فايدة إن أنا يكون عندي نقطة الincrement والdecrement quantity في أي موقع e-commerce shopping cart؟ الفايدة هتعود على صاحب الموقع وكمان هتعود عليك أنت كيوزر. إزاي؟ بكل بساطة إن أنت كيوزر حبيت إن أنت تخش مثلًا الموقع بتاعي، الموقع ده فيه مجموعة من البرودكت، حبيت إن أنت عايز تشتري مثلًا برودكت معين، فهتدوس على الباتون اللي اسمه add to cart. فالبيانات بتاعة البرودكت دي هتبدأ إن هي تتخزن في الlocal storage أو مثلًا database حسب الموقع مبني على إيه. بعد كده هتروح لصفحة الpage cart عشان خاطر تشوف البرودكت ده. فهتلاقيه. فقبل مثلًا ما تشتري، حبيت إن أنت مثلًا تزوّد الكمية، ما لقيتش زرار increment وdecrement متضاف أصلًا في الموقع، فأنت كuser مضطر، شوف مضطر إن أنت ترجع للصفحة الرئيسية بتاعة الموقع بتاعتي، وتبدأ إن أنت إيه، تدوس على الزرار بتاع الadd to cart ده مرتين، عشان يبدأ إن هو يزوّد لك الكمية. فهل ده منطقي؟ هل ده اللي موجود أصلًا في أي موقع e-commerce shopping cart؟ لأ. طيب إيه اللي موجود؟ اللي موجود إن في زرار increment وdecrement quantity، تقدر إن أنت تزوّد الكمية من خلاله وتقلل الكمية من خلاله. يعني أنا المفروض كصاحب موقع إن أنا أسهّل عليك الاستخدام، عشان خاطر تبدأ إن أنت تدخل موقعي تاني وتشتري منتجات. أنا من غير زرار increment وdecrement quantity حرفيًا الuser مش هيخش تاني أصلًا الموقع، هيشوف ويلاقي إيه الموقع ده، وأنا هارجع تاني للصفحة الرئيسية وأدوس على الadd to cart 3 مرات أو 4 مرات عشان خاطر تزوّد لي الكمية، فده مش منطقي. فأنا المفروض كuser قصدي كصاحب موقع، المفروض إن أنا أزوّد نقطة الincrement والdecrement quantity في أي product عندي، وكمان هازوّدها في صفحة الpage cart. ليه؟ لإن الuser مش مضطر إن هو يرجع تاني للصفحة الرئيسية ويزوّد الكمية وينقّص الكمية. لأ، طب ما أنا أضيف له الincrement والdecrement برضه في صفحة الpage cart، في كل product عندي في صفحة الpage cart، فهو كده أصبح في سهولة في الاستخدام. تمام. فهو ده بكل بساطة فايدة إن أنا يكون عندي increment وdecrement quantity في أي موقع e-commerce shopping cart. تعالَ نفهم إزاي هتتم عملية الincrement والdecrement على الquantity، إن أنا إزاي أزوّد الكمية وأقلل الكمية بتاع كل product عندي. الconcept هيكون ماشي إزاي، إن أنا عندي 2 buttons، button للincrement وbutton للdecrement.
التو باترنز دول كل مهمتهم ان هم بس يعملوا ابديت على قيمه الكوانتيتي. انت مثلا لما تيجي تدوس على الانكريمنت يبدا ان هو يعمل ايه، يعمل ابديت على القيمه الحاليه، بدل ما هي 2 يبقى مثلا يزود عليها 1 بقت 3. كده اللي بيحصل. يبقى بكل بساطه استنتجت انا كده من كلامك ان الانكريمنت والديكريمنت ما ينفعش ان هم يعملوا كونسبت اللي هو ياخدوا البيانات بتاعه البرودكت تبدا ان هي تتخزن في اللوكال ستورج. مين المسؤول عن الكونسبت ده؟ هي الاد تو كارت. يبقى بكل بساطة لازم البيانات دي تكون موجودة في اللوكال ستورج عشان خاطر تبدأ من خلالها ان انت تعدل على قيمة الكوانتيتي من خلال البيانات دي. فانت من غير البيانات اللي متخزنة اصلا، يعني لو البيانات بتاعت البرودكت نفسه مش موجودة في اللوكال ستورج، مش هتقدر ان انت تعمل انكريمنت وديكريمنت. يبقى اليوزر لما يجي يخش على موقع اي كوميرس شوبنج كارت يعمل ايه؟ يعمل اد تو كارد الاول، وبعد كده يا باشا تعمل انكريمنت وديكريمنت براحتك. تمام كده؟ تمام، حلو قوي. لو انا مثلا عايز اعمل عمليه الانكريمنت هعملها ازاي عملي بقى؟ قال لك بكل بساطه ان انت محتاج البيانات الخاصه باللوكال ستورج، البيانات اصلا اللي اتخزنت في اللوكال ستورج. طب البيانات دي عباره عن اري فيها مجموعه من الاوبجكت. انا محتاج البيانات الخاصه ببرودكت مثلا معين. او قبل اصلا ما اقول لك الاجابه، عايز اعرف الاول ليه اصلا البيانات اللي متخزنه في اللوكال ستورج بالذات. طب ليه يا عم ما جبتش اللي هي البيانات الخاصه بفيتش داتا؟ يا ذكي، ما هو اليوزر لما بيجي يعمل اكشن على اي يو اي هنا، الاكشن او اي ابديت بيحصل هنا بيبدا ان هو يتسمع في اللوكال ستورج. فانا محتاج الابديت اللي انا بعمله هنا او اي تعديل بعمله هنا يبدا ان هو يسمع في البيج كارد. انا هنا في الانكريمنت عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل تعديل على قيمه الكوانتيتي، صح؟ طيب عايز اظهره في البيج كارت، اعمل ايه؟ فانت لازم يا باشا تسمع التعديل ده في اللوكال ستورج الاول، وبعد كده التعديل اللي حصل على اللوكال ستورج يبدا ان هو ايه، يتهندل هنا في صفحه البيج كارت. تمام. تمام، جميل. نيجي بقى لاجابه السؤال اللي انت قلته، ان انت عايز البيانات الخاصه بالبرودكت ده. مثلا انت عندك اري فيها مجموعه من البرودكتس، انت عايز مثلا البيانات الخاصه بالبرودكت ده. ارجع كده يا باشا في الفيديو اللي فات شرحت ميثود اسمها الفايند كل مهمتها ان هي بتعمل ايه، بتوجد لك عنصر معين جوه الاري بتاعتك. فانا من خلال الفايند هقدر ان انا اوصل للبيانات الخاصه بالبرودكت ده عن طريق ايه، عن طريق يا باشا الاي دي. تمام. جميل، جبت يا باشا البيانات. جميل، جبت البيانات اللي راجعه ايه، هي عباره يا باشا عن اوبجكت. طيب انت عايز لما تيجي تدوس على الانكريمنت يبدا ان هو بس يعدل لك على قيمه الكوانتيتي. طب هتعدل على قيمه الكوانتيتي ازاي؟ هتعمل يا باشا اكسس على الكي اللي هو اسمه كوانتيتي. ازاي؟ هتقول له ادي الاوبجكت دوت كوانتيتي، وبعد كده تقول له يساوي زائد واحد مثلا، ان هو في كل مره يزود لك عليها واحد. طيب جميل. في معلومه صغيره عايزك تعرفها، ان اي تعديل انت هتعمله على بيانات متخزنه جوه اللوكال ستوريج لازم تسمع التعديل ده. طب معلش، هسمع التعديل ده اصلا ازاي جوه اللوكال ستوريج؟ قال لك بكل بساطه ان انت هتعمل سيت ايتم. ايه ده السيت ايتم؟ اللي هي ان انا لما بسيت قيمه جديده جوه اللوكال ستورج. يبقى السيت ايتم دي مسؤوله ان هي اي تعديل انت بتعمله على داتا موجوده جوه اللوكال ستورج وحبيت ان انت تسمع التعديل ده، فتكتب سيت ايتم. سيت ايتم بنفس الكي ونفس الفاليو، مش كي مختلف، لا يكون نفس الكي، عشان خاطر تقدر ان انت تسمع الابديت ده جوه ايه، جوه البيانات الخاصه باللوكال ستورج. فانا بكل بساطه عايز قيمه الكوانتيتي تتغير من 2 ل 3، فبعد ما بخلص يا باشا التعديل على قيمه الكوانتيتي بتاعتي بقول له ايه، بقول له سيت ايتم. فبكل بساطه لما البيانات دي تروح لصفحه البيج كارت هلاقي ان قيمه الكوانتيتي اتغيرت من 2 ل 3. فهو ده اللي هيحصل في عمليتين اللي هي الانكريمنت والديكريمنت. تعال نطبق عملي على نقطه الانكريمنت والديكريمنت كوانتيتي، وخلينا نبدا بالانكريمنت. فكره الانكريمنت بكل بساطه ان اليوزر بيعمل ايفنت اللي هو الكليك على الباتون اللي اسمه انكريمنت، وبالتالي الايفنت ده لما بيحصل بينفذ فانكشن معينه. ايه الفانكشن دي ان قيمه الكوانتيتي في كل مره بتزيد واحد. طيب جميل. فانا محتاج اول حاجه اعملها هو ان انا اعمل ايفنت على الباتون اللي اسمه انكريمنت في كل برودكت عندي. فهاجي في الفايل اللي اسمه fetch dishes، هلاقي ان انا عندي باتون تاج باتون مديها كلاس، الكلاس ده اللي هو btn increment.
فانا محتاج ان انا اختار كل الباتونز اللي عليها كلاس انكريمنت عشان خاطر ابدا ان انا انفذ الايفنت على الباتون ده. طيب هاجي تحت كده هقول له let buttons increment بتساوي ادي الدوكيمنت دوت query selector all، هات لي كل الباتونز اللي عليها كلاس ايه btn quantity. جميل. اللي بيرجع من الكويري selector all هو عباره عن array، فانا محتاج ان انا اقول له ايه دوت for each بالشكل ده، وادي الكول باك فانكشن اعتذر، ادي الكول باك فانكشن اللي هي btn بالشكل ده، واعمل ايفنت بقى على كل باتون btn اد ايفنت listener، ادي الايفنت اللي هو الكليك لما يجي يحصل على الباتون هتنفذ لي فانكشن معين. ايه الفانكشن دي مثلا هتقول له لوج مثلا في الكونسول اطبع لي رساله اللي هي ايه هلو. جميل. هو بس هنا حلو قوي، هو بس بياخد وقت. تمام. فهاجي ادوس على الانكريمنت، فعلا طبع لي هلو في الكونسول. فهاجي هكريت فانكشن فايل قصدي اسمه increment.js، والفايل ده خاص بي ان انا ببدا ان انا ازود في قيمه الكوانتيتي من خلاله. تمام. ادي increment بالشكل ده، والفانكشن دي ببدا ان انا اعمل لها export. طيب جميل حلو. بعد ما عملت الايفنت محتاج ان انا اباصي الفانكشن دي هنا كده بالشكل ده، عملت لها كول. جميل. محتاج بقى ايه؟ محتاج ان انا اول حاجه اختار الاري اللي موجوده في اللوكال ستورج، محتاج ان انا اختار الداتا اللي متخزنه في اللوكال ستورج. فهنا اقول له let get data بتساوي ادي اللوكال ستورج عشان خاطر اجيب حاجه، فاقول له dot get item والكي اللي هو products بالشكل ده. طيب لما بجيب حاجه من اللوكال ستورج فانا محتاج ان انا احولها لجافا سكريبت اوبجكت، فهقول له ايه؟ هقول له json دوت بارس بالشكل ده، وهقول له اور لو هي مفيش داتا اصلا خليها لي اري فاضي عشان خاطر بس ايه ما يجيبلكش ايرور. طيب محتاج ان انت انا عشان خاطر كيوزر ببدا ان انا ادوس على باتون الانكريمنت، فانا محتاج اعرف ان الباتون الانكريمنت ده خاص باني برودكت عندي عشان يبدا ان هو يزود لي في قيمه الكوانتيتي الخاصه بالبيانات الخاصه بنفس البرودكت ده، ما يجيبليش مثلا قيمه الكوانتيتي بتاعت برودكت مختلف، لا انا عايز يجيب لي البيانات الخاصه بالبرودكت ده نفسه. طيب محتاج ان انا اباصي للباتون اللي هو بتاع الانكريمنت، محتاج ان انا ابصي له اتريبيوت. الاتريبيوت ده اللي هو اسمه ايه؟ داتا اي دي، وقيمه الداتا اي دي ده هو ايه؟ هو الاي دي الخاص بكل برودكت عندي بالشكل ده. جميل. طيب محتاج ان انا اجيب قيمه الاي دي ده، محتاج قصدي اجيب قيمه الاتريبيوت. فهجيبها ازاي؟ هاجي تحت كده هقول له let product id بيساوي ادي الباتون بتاعي دوت get element، اسف get attribute بالشكل ده، وبعد كده اسم الاتريبيوت بتاعي. طيب الداتا اي دي محتاج ان انا اخليها نمبر، لان اي قيمه جايه من اتريبيوت بتكون سترينج، فعشان خاطر احولها لنمبر فهستخدم اليونري اوبريتور، وهباصي البرودكت اي دي ده هنا للفانكشن بتاعت الانكريمنت كايه؟ كارجيومنت. طيب وهستخدم البرودكت اي دي هنا في الفانكشن كايه؟ كبروبرتي بالشكل ده. محتاج بقى ان انا استخدم الميثود اللي اسمها فايند عشان خاطر يبدا ان هو يجيب لي البيانات الخاصه بالبرودكت بتاعي من جوه ايه؟ من جوه الاري اللي متخزنه في اللوكال ستورج، عشان خاطر يبدا ان هو يابديت على قيمه الكوانتيتي، وفي كل مره يبدا ان هو يزود لي عليها واحد. فهنا اقول له ايه؟ let product بتساوي ادي الاري دوت find ادي ال هتمسك برودكت وهتبحث، هتقول له ايه؟ كونديشن. ادي الكونديشن هات لي العنصر اللي الاي دي بتاعه بيساوي ايه؟ بيساوي البرودكت اي دي بالشكل ده. جميل. جميل. طيب وبعد كده والله عايز بقى ان انا اجيب قيمه الكوانتيتي وابديت عليها.
طب تعالى كده بس نشوف هل فعلا هيرجع لي البرودكت ولا لا. تعالى كده نشوف. تعالى كده فعلا جاب لي البيانات الخاصه بالبرودكت ده. فانا محتاج ان انا اقول له ايه، هات لي البرودكت الاوبجكت اللي راجع ده، هات لي دوت الكوانتيتي، ابديت بقى على قيمه الكوانتيتي. هعمل الكلام ده ازاي؟ ان انا اقول له ادي البرودكت بتاعي دوت كوانتيتي، خلاص، ادي دوت الكوانتيتي، وتزود في كل مره تعمل لي في كل مره تزود عليها واحد. جميل، حلو. طب وبعدين محتاج قلت لك ان اي ابديت بتعمله على اللوكال ستورج محتاج ان انت تعمل ايه، تحفظ الابديت ده جوه اللوكال ستورج. طب عشان خاطر احفظ الابديت في اللوكال ستورج تاني، فانا هقول له اسيت بقى القيمه تاني من جديد. هنا اقول له set item، ادي الكي اللي هو البرودكتس بالشكل ده. وهقول له ايه، هقول له ادي الجيسون دوت stringify، هبعت له ايه، هبعت له الجيت داتا بالشكل ده. هنيجي كده في الابليكيشن وهندوس على الانكريمنت، ضرب ايرور. ايه سبب الايرور ده؟ تعالى يا باشا نشوف. اول حاجه انت بتقول له هات لي الداتا اللي متخزنه في اللوكال ستورج، فبالتالي هو ما بيلاقيش اصلا داتا اصلا متخزنه في اللوكال ستورج، لان انت ما عندكش كي متخزن في اللوكال ستورج اسمه برودكتس، فبالتالي ما فيش اصلا داتا متخزنه في اللوكال ستورج، فهيعتبر ان المتغير ده هي عباره عن اري فاضيه. جميل. نخش على الفايند. الفايند بكل بساطه انت بتقول له هات لي من الاري الفاضيه دي، ابحث لي على عنصر معين من جوه الاري الفاضيه دي. هل في يا عم عناصر جوه الاري الفاضيه؟ لا مفيش، فبالتالي مش هيحقق لك الشرط ده، فبالتالي هيروح لحاله الفولس. حاله الفولس ان الفايند بترجع لك undefined، فبالتالي البرودكت القيمه بتاعتها هي undefined، فانت بتقول له undefined دوت هات لي من جواها الكوانتيتي، فبالتالي اكنك كتبت كده كوانتيتي زائد بلس بلس، فبالتالي هو ضرب لك ايرور، لان هو بيقول لك انا مش فاهم ايه قيمه الكوانتيتي، او مش فاهم ايه الكوانتيتي دي. تمام. فالمفروض ايه، المفروض ان انا اقول له هنا if condition، هاخد ده كده كات، هقول له ايه if condition، والله لو حضرتك لقيت البرودكت، لو في فعلا برودكت راجع من الفايند، حضرتك هتزود لي قيمه الكوانتي وتست القيمه جوه اللوكال ستورج تاني من جديد. لو ما لقيتش مش هتعمل اي حاجه. طيب تعالى كده نشوف. حضرتك المفروض ان انت تدوس على الانكريمنت، مفيش اي حاجه بتحصل. طيب جميل، تعال نروح للابلكيشن تاني. انا قلت لك ان اليوزر اول حاجه بيبدا ان هو يدوس على الاد تو كارد عشان خاطر البيانات دي تبدا ان هي تتخزن في اللوكال ستورج، وبعد كده يبدا ان هو يعمل انكريمنت وديكريمنت كوانتيتي براحته. خلاص. فهنا المفروض اقول له اد تو كارد الاول عشان خاطر البيانات بتاعت البرودكت دي تتخزن في اللوكال ستورج، وبعد كده اقول له انكريمنت وديكريمنت. طبعا الانكريمنت مش شغاله. طب ليه؟ لان المتغير ده المفروض يكون جوه الفانكشن، لان انت ما بتعملش ست تاني من جديد جوه اللوكال او ما بتغيرش حاجه جوه الاري، لان انت بكل بساطه انت بتجيب الداتا اللي متخزنه في اللوكال ستورج وبتغير بس على قيمه الكوانتيتي، فانت مش محتاج ان انت تخلي المتغير ده بره، لا خليه جوه الفانكشن هنا. تمام. فتعالى كده نشوف، ندوس على الانكريمنت، بدأ ان هو يزود لك في قيمه الكوانتيتي، بقت ب2 اهي. تعالى ندوس تاني، بقت ب3. بعد ما خلصنا الانكريمنت محتاجين بقى ان احنا نخش على الديكريمنت. فكره الديكريمنت بكل بساطه ان اليوزر لما بينفذ ايفنت الكليك على باتون الديكريمنت بيبدا ان هو ينفذ فانكشن. الفانكشن دي كانت بكل بساطه بتعمل ايه، ان هي بتمسك الكوانتيتي بتقلل في كل مره واحد، يعني عكس اللوجيك اللي بيمشي بيه الانكريمنت. اللوجيك بتاع الانكريمنت ان بكل بساطه بيمسك الكوانتيتي في كل مره بيزود عليها واحد. في الديكريمنت لا، هو بدل ما بيزود بيقلل. خلاص كده. فاحنا هناخد نفس اللوجيك بالظبط اللي بيحصل في الانكريمنت هنحطه في الديكريمنت، هو مش هيتغير. ادي الديكريمنت دوت جي اس، وبعد كده هتعمل كنترول في لنفس الكود. ادي الديكريمنت، وادي الديكريمنت، ادي فانكشن الديكريمنت.
الفرق إن قيمة الquantity بدل ما بتزيد في كل مرّة، لأ بتقل في كل مرّة 1. جميل. هاجي في الfetch dishes هالاقي إن أنا عندي button، الbutton دي عليها class btn decrement. بكل بساطة إن أنا عايز أعمل بقى event على كل الbuttons اللي عليها class decrement. فبكل بساطة كنت باباصي للtag دي attribute اسمه data id، والقيمة بتاعته هي الid بتاعة كل product. جميل. هناخد كده، ولو نزلت تحت هتلاقي إن أنت عامل event على كل الbuttons بتاعة الincrement، فهو نفس اللوجيك. الفرق بس هنا بدل ما كل الbuttons اللي عليها class btn increment، لأ هتكون كل الbuttons عليها class btn decrement، وهنا هتكون decrement بالشكل ده، بالشكل ده، وبالشكل ده. وهنا بدل increment لأ decrement بالشكل ده، وهنعمل import للفانكشن دي بالشكل ده. جميل. تعالى كده نشوف. أنا هنا عندي أول برودكت اللي قيمة الكوانتيتي بتاعته ب3، أنا عايز لما أدوس decrement يقل وتبقى 2، فهعمل كده أدوس decrement. فعلا عمل إيه؟ خلاها 2. طب لو حاولت إن أنت تدوس تاني، جميل، خلاها 1. طب دوست تاني خلاها بزيرو. مش المفروض لو قيمة الكوانتيتي بزيرو إن هو يحذفها أصلا من اللوكال ستوريج؟ ده المفروض، بس نخليها قدام يعني ما نعملهاش دلوقتي. خلاص. طيب لو حبيت إن أنا أدوس decrement تاني، أصبحت قيمة الكوانتيتي ب-1. هل في قيمة كوانتيتي ب-1؟ الإجابة لأ. طب هنحل المشكلة دي إزاي؟ بكل بساطة إن إحنا هنعمل if statement. خلاص. في اللوجيك بتاع الديكريمنت إن أنا هقول له هنا كده إيه؟ هقول له if condition، تمام، لو البرودكت نفسه، لو قيمة الكوانتيتي بتاعته لو هي أكبر من 1، هتبدأ إن أنت تعمل إيه؟ في كل مرة تقلل في قيمة الكوانتيتي. طب لو هي مش أكبر من 1 ما تعملش حاجة. خلاص كده؟ تعالى كده نشوف. بس بياخد وقت في التحميل. جميل. خلينا نزود في قيمة الكوانتيتي زي ما هي. تمام. حبينا إن إحنا نقلل، بدل ما قيمة الكوانتيتي ب2 لا نقللها نخليها 1 أو خليها 1. تمام. حبينا إن إحنا نعمل ديكريمنت تاني، عمل ايه؟ ما قللش حاجه. ليه؟ لان هو دخل في الاف كونديشن لقى ان قيمه الكوانتيتي اقل من 1، بدا ان هو ايه؟ ما عملش حاجه بقى، ان هو ما قللش في قيمه الكوانتيتي. طب هيقلل في قيمه الكوانتيتي امتى؟ لما قيمه الكوانتيتي دي تكون اكبر من 1. انا كده خلصت اللوجيك الخاص بالانكريمنت والديكريمنت. محتاج بقى ان انا اظهر قيمه الكوانتيتي اللي انا بغيرها دي. ابدا ان انا اظهرها هنا فين؟ في كل برودكت عندي. طيب ليه؟ لأن بكل بساطة قلت لك إن اليوزر لما بيبدأ إن هو يخش أي موقع إي كوميرس لازم يكون فيه سهولة استخدام. أنت حضرتك الحاجة اللي بيشوفها اليوزر هو صفحة البراوزر دي اللي إحنا شايفينها، وصفحة البيج كارت. ما بيشوفش الحاجة اللي في النص اللي إحنا قلنا عليها الحكم. إيه الحكم اللي في النص؟ اللي هو اللوكال ستورج أو الداتابيز. اليوزر ملهوش علاقة اصلا بالداتابيز او ايه اللي بيحصل في الداتابيز. فانت حضرتك ما ينفعش ان انت تقول له ايه، لا خد انت شوف الداتا ايه اللي بيتغير في قيمه الكوانتيتي من عن طريق الداتا. ما ينفعش الكلام ده. لازم تعمل له زرار الانكريمنت والديكريمنت في النص الكوانتيتي. طيب هنظهر الكوانتيتي ازاي؟ ان بكل بساطه انا لما بعمل انكريمنت او ديكريمنت بيحصل تغيير فين؟ في الداتا اللي موجوده في اللوكال ستورج. جميل. هبدأ أنا آخد البيانات الخاصة بالبرودكت المعين، تمام، وهبدأ إن أنا آخد الكي اللي هو قيمة الكوانتيتي دي، وأبدأ إن أنا أعرضها هنا. لأن الزيرو ده هو أصلا element HTML، هو عبارة عن تاج element HTML في الآخر وفي الأول. فأنت تقدر إن أنت تغير أصلا في الانر HTML بتاعته عن طريق ميثود اسمها inner HTML. وبعد كده بتحط قيمة الكوانتيتي بتاعتك اللي هي موجودة جوه البيانات اللي متخزنة فين؟ في اللوكال ستورج. فأي تغيير بيحصل على انكريمنت أو ديكريمنت فأنت هتبدأ إن أنت تشوف قيمة الكوانتيتي هنا عندك فين في اليو اي. طب تعالى ننفذ بقى الكلام ده. نعمل فايل اسمه change quantity بالشكل ده.
دوت جي اس. الفايل ده مسؤول ان هو بيغير او بيظهر قيمة الكوانتيتي فين في اليو اي. فاقول له هنا فانكشن اسمها change quantity بالشكل ده، quantity بالشكل ده. والفانكشن دي هبدأ ان انا اعمل لها export هنا كده بالشكل ده. وهبدأ ان انا محتاج اول حاجة الداتا اللي متخزنة فين في اللوكال ستورج. جميل. اقول له get data تساوي ادي اللوكال ستورج دوت get item، وبعد كده اسم الكي اللي هو products بالشكل ده. قلت لك ان انت لازم تحولها لايه الجافا سكريبت اوبجكت عشان خاطر يفهمها البراوزر، فاقول له ايه جيسون دوت بارس بالشكل ده. واقول له والله لو هي فاضيه، لو مفيش داتا ابدا ان انت تقول له اور او array فاضيه. جميل. بعد كده محتاج ان انا اجيب البيانات الخاصه بالبرودكت ده او بالبرودكت المعين. طب عشان خاطر اجيب البيانات الخاصه بالبرودكت معين استخدم ايه؟ استخدم الفايند. فهنا لازم ابصيله ايه؟ ابصيله البرودكت اي دي بالشكل ده. والبرودكت اي دي ده هبدا ان انا اجيبه منين؟ هبدا ان انا كده كده اصلا هقول الفانكشن دي ايه فين. هقول الفانكشن مثلا لما اجي اعمل ايفنت على على الباتونز اللي هي بتاعه الانكريمنت بالشكل ده، بالشكل ده. وهقول له ايه؟ ادي البرودكت اي دي. جميل. وبعد كده هقول له let بالشكل ده product بتساوي ادي get data دوت find. عايز توجد ايه؟ اسف، عايز اوجد العنصر اللي الاي دي بتاعه بيساوي ايه؟ بيساوي البرودكت اي دي. جميل. هقول له if condition والله لو لقيت البرودكت ده ابدأ ان انت تعمل ايه؟ تغير في قيمة الكوانتيتي. تقول له محتاج بقى ان انا اعمل ايه؟ محتاج عشان خاطر اغير في قيمة الكوانتيتي. فانا قلت لك ان في عندي عنصر تاج element ببدأ ان انا اغير امسكه خلاص اخده واغير في الانر HTML بتاعته. يعني المفروض ان هو بدل زيرو تبقى قيمة الكوانتيتي اللي فين اللي موجودة في البيانات اللي متخزنة فين في اللوكال ستورج. طيب محتاج اختار كل الباراجرافز اللي موجودة فين في كل برودكت عندي. تمام. طب خلينا مثلا نجرب ان احنا ايه نختار بس اول كوانتيتي كده ونشوف ايه اللي يحصل. انا عايز بس اشوف ايه اللي هيحصل. هنا اقول له ايه let بي مثلا اختصار لكلمة باراجراف. واقول له ادي الدوكيمنت دوت كويري سيلكتور ادي دوت كوانتيتي بالشكل ده. واقول له ادي الباراجراف دوت انر اتش تي ام ال بتساوي ادي البرودكت دوت كوانتيتي بالشكل ده. طب تعالى ننفذ بقى الكلام ده. نعمل فايل اسمه change quantity بالشكل ده دوت جي اس. الفايل ده مسؤول ان هو بيغير او بيظهر قيمة الكوانتيتي فين في اليو اي. فاقول له هنا فانكشن اسمها change quantity بالشكل ده، والفانكشن دي هبدأ ان انا اعمل لها export هنا كده بالشكل ده. وهبدأ ان انا محتاج اول حاجة الداتا اللي متخزنة فين في اللوكال ستورج. جميل. اقول له get data تساوي ادي اللوكال ستورج دوت get
ايتم، وبعد كده اسم الكي اللي هو برودكتس بالشكل ده. قلت لك ان انت لازم تحولها لايه، الجافا سكريبت اوبجكت عشان خاطر يفهمها البراوزر، فاقول له ايه جيسون دوت بارس بالشكل ده، واقول له والله لو هي فاضيه، لو مفيش داتا ابدا ان انت تقول له اور او array فاضيه. جميل. بعد كده محتاج ان انا اجيب البيانات الخاصه بالبرودكت ده او بالبرودكت المعين. طب عشان خاطر اجيب البيانات الخاصه بالبرودكت معين استخدم ايه؟ استخدم الفايند. فهنا لازم ابصيله ايه؟ ابصيله برودكت اي دي بالشكل ده. والبرودكت اي دي ده هبدا ان انا اجيبه منين؟ هبدا ان انا كده كده اصلا هكول الفانكشن دي ايه فين؟ هكول الفانكشن مثلا لما اجي اعمل ايفنت على على الباتونز اللي هي بتاعه الانكريمنت بالشكل ده وهقول له ايه؟ ادي البرودكت اي دي. جميل. وبعد كده هقول له let بالشكل ده product بتساوي ادي الجيت داتا دوت find. عايز توجد ايه؟ اسف، عايز اوجد العنصر اللي الاي دي بتاعه بيساوي ايه؟ بيساوي البرودكت اي دي. جميل. هقول له if condition، والله لو لقيت البرودكت ده ابدأ ان انت تعمل ايه؟ تغير في قيمة الكوانتيتي. تقول له محتاج بقى ان انا اعمل ايه؟ محتاج عشان خاطر اغير في قيمة الكوانتيتي، فانا قلت لك ان في عندي عنصر تاج element ببدأ ان انا اغير امسكه خلاص اخده واغير في الانر HTML بتاعته. يعني المفروض ان هو بدل زيرو تبقى قيمة الكوانتيتي اللي فين، اللي موجودة في البيانات اللي متخزنة فين في اللوكال ستورج. طيب محتاج اختار كل الباراجرافز اللي موجودة فين في كل برودكت عندي. تمام. طب خلينا مثلا نجرب ان احنا ايه، نختار بس اول كوانتيتي كده ونشوف ايه اللي يحصل. انا عايز بس اشوف ايه اللي هيحصل. هنا اقول له ايه let بي مثلا اختصار لكلمة باراجراف، واقول له ادي document دوت query selector ادي دوت quantity بالشكل ده، واقول له ادي الباراجراف دوت inner html بتساوي ادي البرودكت دوت quantity بالشكل ده. لو جيت دوست على الانكريمنت الخاصه باول برودكت عمل ايه؟ غير في الباراجراف الانر اتش تي ام ال بتاعته وحط قيمه الكوانتيتي اللي هي خاصه بالبيانات بتاعه البرودكت دي. طيب جميل، ده كده مفيش مشكله. طب لو حبيت ان انا مثلا ادوس على الانكريمنت وزودت الانكريمنت مثلا بتاع تاني برودكت، عمل ايه؟ عمل اوفر رايد على قيمه الكوانتيتي اللي موجوده هنا. وبص، في كل مره بتبدا ان انت تدوس بيبدا ان هو يعمل ايه؟ يعرض لك الكوانتيتي بتاع تاني برودكت هنا في اول برودكت. يعني خد الباراجراف ده، غير الانر اتش تي ام ال بتاعته وحط قيمه الكوانتيتي بتاع تاني برودكت. مش المفروض ان كل برودكت يكون او كل برودكت يكون ليه باراجراف خاص بيه، والباراجراف ده بتبدا ان انت تغير في الانر اتش تي ام ال وتحط قيمه الكوانتيتي الخاصه بالبرودكت ده المفروض. طيب ليه الكلام ده بيحصل؟ الكلام ده بيحصل لان انت عامل كويري سيلكتور. الكويري سيلكتور دي بتختار حاجه واحده بس من الاليمنتس، فانت عندك اكتر من باراجراف. فهو لما انت عملت كويري سيلكتور فهو جاب لك اول باراجراف بس، وفي كل مره بتبدا ان انت تدوس على انكريمنت في اي برودكت بيبدا ان هو يغير لك الباراجراف اللي هو موجود في اول برودكت بس، لان انت عامل له كويري سيلكتور. طيب احل المشكله دي ازاي؟ انا عايز في كل مره ببدا ان انا ادوس على الانكريمنت يبدا ان هو يغير لي في قيمه او يعرض لي قيمه الكوانتيتي في الباراجراف الخاص بالبرودكت ده. طب احل المشكله دي ازاي؟ هاجي في الفيتش ديشز خلاص، هزود حاجه ان انا هقول له هنا هتربط لي الاي دي الخاص بكل برودكت عندك.
في قيمه الكوانتيتي. يعني انت هتخلي السلكتور، هتختار السلكتور عن طريق الاي دي. طب ازاي؟ هتقول له كده ان انت بدل ما بتقول له هات لي الكوانتيتي بس، لا اقول له كده، هقول له هات لي الكوانتيتي اللي الاي دي مثلا بتاعها واحد، هات لي الكوانتيتي اللي الاي دي بتاعها اتنين، وهكذا. تعالى كده نشوف، نفضي اللوكال ستورج، نجرب تاني اد تو كارد، نشوف كده. دي كده بقت اتنين، نعمل كده بقت تلاتة. هو في بس ايرور. ادي set inner html change، تمام. في خطأ هنا، هنا البرودكت كوانتيتي تمام. هنا المفروض دوت لان ده كلاس. جميل، حلو قوي. خلينا تاني نيجي في الابليكيشن، ننضف اللوكال ستورج. ادي الاد تو كارت بتاعت اول برودكت. جميل، اعمل انكريمنت، تمام بيزود معايا. طب لو حبيت مثلا تالت برودكت، تمام، اصبح كل برودكت ليه الباراجراف الخاص بيه. طيب انا هنا لو عملت ريفرش، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الكوانتيتي اللي كانت موجوده هنا في الباراجراف اختفت. طيب ليه؟ بسبب ان انا المفروض احافظ على قيمه الكوانتيتي. طب احافظ عليها ازاي؟ بكل بساطه، هاجي هنا، هبدا ان انا في الفايل اللي اسمه fetch dishes، هاجي تحت كده، تمام. بس قبل ما انا اجي تحت لازم ان انا احط سيلكتور هنا، مثلا تقول له مثلا اي دي، تمام، مثلا قول له كوانتيتي مثلا، عشان ابدا ان انا اختار الاليمنت ده عن طريق ايه؟ عن طريق الاي دي. طيب جميل، هاجي كده تحت، هقول له ايه؟ هقول له let paragraph، اختار كل الباراجرافز. ادي document دوت query selector all اللي عليها ايه؟ اللي عليها اي دي quantity. طيب جميل، وبعد كده هتعمل لوب على الباراجرافز دي. ليه؟ لان هي عباره عن array. ادي for each، ادي ele بالشكل ده. وهنا هتقول له let product id، ادي ele دوت، او لا خليها تمام ماشي، ele دوت get attribute data id. وهنا المفروض تكون يونري اوبريتور، لان انا هحولها النمبر، وهخلي او هاخد الداتا اي دي ده احطه جوه التاج اللي اسمها باراجراف بالشكل ده، وهتاخد الاي دي بتاع كل برودكت. ليه؟ عشان خاطر ابدا ان انا اكول الفانكشن اللي اسمها change quantity دي، ولانها بتاخد مني ايه؟ البرودكت اي دي، عشان خاطر يبدا ان هو يحافظ على قيمه الكوانتيتي بتاعت كل برودكت بالشكل ده. عملت كده ريفرش، اصبح كل برودكت محتفظ بقيمه الكوانتيتي بتاعته. خلاص كده؟ طيب جميل قوي. هنعمل نفس الكلام ده في الديكريمنت، ان انا بكل بساطه هاخد الفانكشن اللي اسمها change quantity هنا كده في الديكريمنت بالشكل ده. تعالى كده نعمل ديكريمنت. تمام، الدنيا زي الفل وجميله وحلوه وزي الفل ومفيش اي مشاكل. حلو قوي. طيب ايه اللي فاضل؟ والله اللي فاضل هو ان انا مثلا لو جيت كده في مثلا في برودكت مثلا مش متضاف في اللوكال ستورج، حبيت ان انا ادوس اد تو كارت. لو جيت كده هلاقي ان قيمه الكوانتيتي بواحد، فانا محتاج ان انا هكول الفانكشن اسمها تشينج كوانتيتي برضو في حاله ان انا بدوس على الاد تو كارت. فهاجي كده هاخد التشينج كوانتيتي عشان يبدا ان هو يعرض لي قيمه الكوانتيتي لما اجي ادوس فين؟ لما اجي ادوس على الاد تو كارت. هاجي كده بالشكل ده. جميل. حبيت مثلا ان انا ادوس على الاد تو كارد بتاع البرودكت ده، فعلا عرض لي قيمه الكوانتيتي
اخر حاجه عايزين نعملها هو ان انا عايز اضيف فكره الانكريمنت والديكريمنت كوانتيتي في صفحه الشوبنج كارت. هيكون نفس اللوجيك بنفس الفانكشن اللي احنا عملناها في صفحه الهوم بيج، مفيش فرق، هو هناخد بس الكود كوبي بيست وخلاص. فهاجي كده هاخد اللوجيك الخاص بالانكريمنت، هفتح الفايل اللي هو اسمه شوبنج كارد، اخش على الفانكشن اسمها هاندل برودكتس، ودي اللي بتاخد الداتا اللي موجوده في اللوكال شوب تهندلها عندك في صفحه الشوبنج كارد. هاجي في الباتون اللي عليه كلاس بي تي ان انكريمنت، هضيف اتريبيوت اسمه داتا اي دي، واللي هيحمل القيمه اللي هي اي دي بالشكل ده. وهنا هاجي اقول له كوبي للوجيك الخاص بالانكريمنت، وهعمل امبورت للانكريمنت، وكمان امبورت للتشينج كوانتيتي. وهبدأ ان انا اخد برضو نفس اللوجيك الخاص بالديكريمنت، هبدأ ان انا اقول له برضو كنترول في، وابدأ ان انا اضيف في الباتون اللي عليه كلاس بي تي ان ديكريمنت اتريبيوت برضو اسمه داتا اي دي، واللي عليه الاي دي الخاص بكل برودكت عندي بالشكل ده. وابدا ان انا اخد اللوجيك الخاص بيه ان هو بيعرض قيمه الكوانتيتي بتاعتي في اليو اي بالشكل ده. وهبدا ان انا هاجي هنا كده هاخد نفس الكلام اللي انا كنت بعمله على الباراجراف كوبي، هاخده هنا برضو بالشكل ده. وهبدا ان انا هقول له الامتداد دوت جي اس، هنا الامتداد دوت جي اس، وخلينا ناخد الديكريمنت برضو بالشكل ده. جميل، حلو قوي. تعالى كده نشوف، نعمل انكريمنت ديكريمنت، تمام، كل حاجه شغاله وزي الفل. بس كده، وهو ده فكره الانكريمنت والديكريمنت كوانتيتي بس. والسلام عليكم.